بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد إن شاء الله. في الفيديو ده هعمل الفراخ البانيه. يلا بينا أقول لكم على المقادير ونشوف الطريقة مع بعض. دي الفراخ، ده كيلو من الفراخ اهي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، تبقى متقطعة شرايح كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا غسلتها كويس وعملتها نقعتها لمدة نص ساعة في ملح ودقيق وخل وليمون، وبعد كده شطفتها كويس وهبدأ اعملها. معايا هنا فنجان من الخل، فنجان من عصير الليمون، والتوابل دي عبارة عن معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقة صغيرة بصل بودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر. دي التوابل. معايا هنا بصلتين متوسطة مبشورة بالشكل ده كده، واتنين بيضة، ودي بقسماط ناعم، وده فشيطار جاهز، وثلاث معالق كبار من الدقيق، وهضيف لها معلقة كبيرة من الزبادي. يلا بينا. أول حاجة هعملها طبعا هضيف الخلطة على بعضيها وابدأ أتبل الفراخ ونكمل الطبخة مع بعض. أول حاجة هعملها هنزل بالخل، ده فنجان من الخل، وعصير الليمون، وهضيف البصل، وهضيف التوابل. طبعا اي توابل تحطيها مفيش مشكلة زي الفل. وهضيف علبة الزبادي، لو ما عندكيش زبادي مفيش مشكلة. اختياري. هقلبهم بقى مع بعض كده تقليبة كويسة علشان الخليط كله يمتزج ببعضه. ريحتها ما شاء الله جميلة قوي، تحفة. الله على الريحة اللي طالعة من الخليط ده، ريحة جميلة قوي. بس كده. هنزل بقى بالفراخ في الخلطة دي. بسم الله. هقلبها بقى تقليبة كويسة كده. بقلبها بقى بالشكل ده كده. هكملها بقى وارجع لكم. كده انا خلاص قلبتها كويس بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هغطيها وادخلها التلاجة لمدة ساعتين، وبعد ساعتين ان شاء الله هبدأ احمرها. يعني ممكن تخليها ساعتين 3، ممكن تعمليها من بالليل وتخليها لتاني يوم تعمليها تاني يوم، مفيش مشكلة زي الفل. يلا بينا نكمل الطبخة مع بعض. انا هعمل جنب الفراخ حبة رز كده بالخلطة، البصل، رز بالبصل، ومعاه خلطة كده بسيطة كده خفيفة، هيبقى جميل قوي ان شاء الله. ده زيت وسمن، شوية زيت ومعلقة صغيرة كده من السمن، وممكن تعمليه بزيت خالص مفيش مشكلة. بنزل بالبصل، هقلب البصل بقى لحد ما ياخد لون ذهبي كده جميل، وبعدين نشوفه مع بعض. كده اخد لون اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبدأ بقى انزل بالرز،
هقلبه تقلبتين كده مع البصل، وبعدين هضيف التوابل. التوابل عبارة عن معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من السكر، بس كده. ومعايا معلقتين كبار من الزبيب. معلقتين كبار من الزبيب بضيفهم للرز. هقلبهم بقى مع بعض كده لمدة 3-4 دقايق لحد الرز ده ما ينشف من ميته خالص، وتبدأ ريحة التوابل اللي انا حطاها دي تطلع. وبعدين ازوده بقى بمية سخنة بتغلي. هقلبه شوية وارجع لكم. كده خلاص انا قلبته اهو زي ما انتم شايفين، ونشف من ميته زي الفل، وريحته طالعة جميلة قوي. هزوده بقى بمية سخنة بتغلي. طبعا بعد ما تزوديه كده تظبطي الملح. بقلبه بالشكل ده كده. لو لقيته محتاج تاني هزوده، نضيف حبة من المية. ولو هتزوديه بشوربة لازم تكون بتغلي برضو. شوفوا الملح بقى، ده البصل. البصل الاحمر بيبقى شكله كده بعد ما بيتحمر. اشوف الملح كده، ملح تمام ومظبوط زي الفل. هغطيه واسيبه بقى يشرب ميته، وبعدين اهدي النار عليه لمدة 10 دقايق لحد ما يستوي. وبعد كده نشوفه ان شاء الله مع بعض في طبق التقديم. كده انا هبدأ احمر الفراخ. قلبت الخلطة كلها مع بعض كده، ورشيت لها حبة صغيرين كده من الفلفل الاسمر. وده البيض بضربه بالشكل ده كده، وضفت له حبة صغيرين من الفلفل الاسمر ونص معلقة من الخل. وهبدأ اعمل الفراخ بقى، ابطنها كده الاول بالفيجيتار، احطها في البيض واطلعها من البيض احطها في الفيجيتار، وبعدين احمرها. اعملهم كلهم بقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا مغطيها كويس. الخلطة دي ما شاء الله جت تحفة جميلة جدا ما شاء الله. ادوس عليها بقى بالشكل ده كده، وبعدين انفضها شوية علشان كل ده ما يروحش معايا في الزيت، والزيت يتحرق مني بسرعة. لازم بعد ما تبطنيها كده تنفضيها كده تنفيضة خفيفة. اعمل كمان واحدة معاكم اهو. طريقتها سهلة وبسيطة خالص، والأولاد بيحبوها والكبار كمان. ببطنها بالشكل ده كده. وبتبقى وجبة غدا خفيفة وجميلة جدا. بس كده خلاص زي الفل. انا حطيت الزيت يسخن، وهكملهم كلهم بنفس الطريقة ونبدأ نحمرها مع بعض. بعد الزيت ما سخن بنزل بالفراخ بالشكل ده كده اهي. بعد الزيت ما بيسخن بهدي النار عليه شوية، يعني بخلي النار متوسطة ما تبقاش عالية قوي. هسيبهم بقى يحمروا كده وياخدوا لون، وبعدين نشوفهم.
كده احمرت اهي زي ما انتوا شايفين، اخدت لون. هقلبها بقى، بقلبها على الناحية التانية. ودي انا لسه حطاها دلوقتي. اول ما يحمروا خالص كده نشوفهم مع بعض. كده خلاص استوت وبقت زي الفل اهي زي ما انتوا شايفين، اتحمرت من ناحيتين ما شاء الله اهي. بطلعها على المناديل المطبخ علشان الزيت اللي فيها. وهكمل بقى بقية الكمية، وبعدين هنشوفها سوا مع بعض في طبق التقديم ان شاء الله. ودي الفراخ بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها احلى. وده الرز اللي عملته جنبيها، وعملت جنبيها سلطة خضراء، وده العيش. وبالهنا والشفا للي هياكل. اعملي الفراخ البانيه بالطريقة دي هتعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.